ابيع اسهمي في رمضان ولا اشتري اسهم؟ ازود في المراكز بتاعتي واشتري اسهم اكتر، ولا استنى لحد رمضان، ولا ابيع اول رمضان واشتري اخر رمضان، ولا اعمل ايه؟ بص بس عشان اجيب لحضرتك من الاخر. اول حاجه، مفيش سيناريو محدد ثابت بيحصل كل رمضان. انا دخلت البورصه سنه 2004 او 2005، مش فاكر بقالي كام سنه دلوقتي، 20 سنه. مفيش حاجه اسمها سيناريو ثابت بيتكرر كل رمضان. وقبل بس ما اخش في الموضوع، عايز اقول لك ان انا من 2005 ل 2010 خسرت بكل الطرق اللي انت ممكن تتخيلها الانسان يخسر بيها، لحد ما وصلت ان انا اتبقى لي 30% من فلوسي وفلوس اهلي اللي كنت داخل بيها. فيا جماعه الخساره وحشه والخساره مؤلمه. عايز تتفادى الموضوع ده، اتعلم من واحد جاي لك من الاخر. انا خسرت من 2005 ل 2010، وبعد كده من 2010 او من 2011 لم اخسر قط حتى يومنا هذا، الحمد لله، لاني اتعلمت صح. بس اتعلمت بالغالي قوي. عايز تتعلم بالرخيص قوي، ببلاش، بملاليم، باقل من ثمن اقل صفقه خسيره هتقع فيها عشان انت مش متعلم كويس. ابعت لي على الواتساب اللي فوق، عندنا برامج تعليميه، سواء حضرتك جاي من تحت الصفر ما تعرفش يعني ايه بورصه، او حضرتك بقالك 20 سنه بس بتخسر. طالما بتخسر او ما بتكسبش كويس او ما بتكسبش اكتر من البنك بشويتين ثلاثه، حضرتك محتاج انك تغير طريقتك وتتعلم بطريقه مظبوطه. واتساب عندك فوق، ابعت لنا. برامج التعليميه دي عباره عن جزئين، ده مش مجرد فيديوهات كده تتفرج عليها وتمشي، لا، ده جزء من الموضوع. الجزء الثاني معانا على الواتساب، معايا ومع تيم كامل متخصص، بنساعدك خطوه بخطوه ونعلمك خطوه بخطوه ونفهمك الدنيا بتمشي ازاي عشان تتعلم بورصه مظبوط. طيب، بالنسبه لرمضان يا جماعه، السيناريوهات اللي بتحصل احيانا كالاتي. اول حاجه، خلاص يعني في سيناريو اوريدي خلاص احنا عدينا منه، ان الدنيا تريح قبل رمضان وتنزل جامد قبل رمضان، وده احيانا بيحصل. طيب، السيناريو الاخر ان الدنيا تكمل في رمضان بس التداول، وده بيحصل كتير، ده بيتكرر كتير قوي، ان التداول يقل. يعني ايه التداول يقل؟ سهم بينفذ مليون سهم في اليوم. يعني ايه بينفذ مليون سهم في اليوم؟ يعني في مليون سهم بيتباعوا ويتشروا، انت عارف قصاد كل واحد بيبيع في واحد بيشتري، فواحد اشترى 10,000 وواحد اشترى 5,000 وواحد باع 6,000، التوتال مليون سهم في اليوم. تلاقي النسبه دي نزلت بقى، نزلت كتير قوي، تلاقيها قلت جامد. ليه؟ ناس كتيره بتريح في رمضان، وناس كتيره بتقفل الشاشات، وناس كتيره مش عايزه وجع دماغ، وناس كتيره مش عايزه توتر نفسها، واللي عايزه تفرغ للعباده ايه. فطبعا في ناس ايه بتريح من البورصه، فبالتالي طبيعي جدا انك تلاقي فوليومز التداول بتقل. طيب لما فوليومز التداول بتقل ممكن يحصل ايه؟ ممكن، دي مش قاعده، الفولاتيليتي بتزيد. يعني ايه فولاتيليتي بتزيد؟ السهم لو كان بيتحرك من 10 جنيه يطلع 10 ونص، بعدين من 10 ينزل 9 ونص، دي اسمها التحرك بتاعته. فجاه ممكن تلاقيه يطلع من 10 ل 12، فجاه تلاقيه ينزل من 10 ل 8. ده مش قاعده، ده مش شرط. انا بقول لك ممكن مع الفوليوم البسيط. ما هو ليه اللي بيحصل؟ لما بيقل الفوليوم، لما بيقل الفلوس اللي داخله وطالعه، فلوس قليله هي اللي بتحرك الاسهم، فساعتها ممكن تلاقي الحركه بتحصل. وده زي ما قلت لك ممكن ده مش سيناريو. رقم ثلاثة، ان ممكن تلاقي الدنيا مكمله مريحه، وممكن ما بيحصل سيناريوهين عكس بعض تماما. احيانا بيجي قبل العيد بشويه، تلاقي ان الناس بتبيع وتلاقي الاسهم بتنزل. ليه؟ اللي عايز يعيد ولا مش عايز يوجع دماغه ولا مش عايز هو بتاع، يا تلاقي قبل العيد الدنيا بتطلع. يعني تلاقي قبل العيد شراء الاسهم، الناس كلها داخله بقى تشتري وعايز يرجع بقى سخن بعد العيد والكلام ده كله. فبالتالي يا جماعه لا يوجد سيناريو محدد، بس عشان نجيب من الاخر كده عشان نبقى عارفين، ما تحاولش بقى اصل رمضان اللي فات ما فيش الكلام ده. طب نعرف منين هيحصل ايه رمضان ده؟ رقم واحد، تعلم تقرا الاحداث اللي بتحصل النهارده، تقرا بقى اللي بيحصل حواليك بجد. رقم اتنين، تتعلم تقرا الفاندمنتالز بتاعت الاسهم. السهم ده قوي، السهم ده ضعيف، السهم ده بيكسب، السهم ده بيخسر. مش بيكسب يعني بيطلع وينزل سعره، الشركه اللي تحت السهم، وانت في الاخر انت شريك في الشركه. السهم ده بيكسب، الشركه دي هتتوسع، الشركه دي يحصل لها. ومش بتكلم على الاخبار ولا الاشاعات اللي موديه الناس كلها في داهيه للاسف، يعني بتكلم على قراءه مظبوطه للسهم وموقفه المالي. كل ده طبعا بتتعلمه معانا في البرامج التعليميه زي ما قلت لك. لو عايز تتعلم صح هتبعت لنا. خلاص يا جماعه، اقروا الموقف صح عشان تفهموا ايه اللي هيحصل في رمضان. وانا كده كده ان شاء الله معاكم على قد ما اقدر، يعني بحاول والله انزل فيديوهات كتير، بس انا مزنوق في حاجات تانيه كتير قوي. يعني طبعا البورصه انا بالنسبه لي جزء من الحاجات اللي بعملها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم تاني ان شاء الله.